ايه اللي حصل يا حاج صبحي؟ انا اللي حصل زي اي حد يا استاذ محمد، زي ما انت عارف والناس كلها عارفه. انا بادئ من تحت الصفر زي ما بيقولوا، واخدها من تحت، مثلا من احسن من 30 سنه او 33 سنه. بادئها باترينا، بادئها محل صغير بمحل كبير بفرنه بتاع. كبرت المنظومه وخدت قطعه مول، عملت فيه صبحي كابر اللي هو في الساحل اللي هو في الساحل. زي اي حد عنده طموح وعنده عايز يكبر مشروعه عايز يكبر. الشغلانة بتاعته. وانا بحرق ذره في المزرعه عندي بكميات رهيبه. فاخدت من واحد ذره الاكل المواشي. كان ساعتها كان كيلو الذره كان عامل الطن 3000 جنيه، يعني كيلو ب 3 جنيه. قال لي الدنيا ايه، قامت حرب اوكرانيا، قال لي الدنيا هتغلى والدنيا مش عارفه ايه. باعتبارهم مصدر رئيسي للسكه القصه دي، الاستيراد والحاجات دي، وهو عنده مصنع علف واحنا ما وبتاع. بننتجش. فقال لي نجيب مركب ذره. قعدت اجمع كل فلوسي وفلوس دهب عيالي ودهب مراتي والحاجات دي كلها، زي اي حد عنده طموح ان هو يكبر. فدخلت في القصه بالطريقه دي كده. عايز تستثمر فلوس. عايز استثمر فلوس، ودخلت حد معايا ب 75 مليون. دخل معايا فلوس ب 75 مليون، واديت الراجل المحترم ده 200 مليون شقايه، اديتهم له وخد الفلوس هو يجيب الذره. راح يجيب الذره، ما جاش، خلع. جالنا جرار واحد عينه. جالنا جرار وكان فيه اسمنت. وحطت في الذره بتطلع عليه بودره زي بودره البلاط وبتاع كده. يعني في جوده من فوق. في احتراف في القصه. فالمهم الدنيا ايه، تعالى بكره بعده الحكايه الروايه. المهم الواد قلب، مش مني لوحدي، من الناس كتير قوي خد فلوس. وهو برضه خلينا نبقى، عشان برضه الناس اللي بتشوفنا واكيد في ناس عندها مشروعات كبيره وعايزه تكبر زي حضرتك، هو برضه لعب على فكره انه يرميلك صيده فيجيب رجلك، يعني ايه، طمعني. ما هو الطماع النصاب بيضحك على الطماع، وانا طمعت وربنا اداني ايه على قد. خد مني الفلوس وقلب، وكان واخد من ناس تانية كتير في مصر فلوس، اصحاب مزارع كتير معروفين يعني بالاسم، وقلب بره مصر. حاولت ادور يمين شمال مع كلمت انت شيوخ في الامارات؟ عرفت اوصل له. رحت الامارات 4 مرات، ما عرفتش اوصل ليه ولا لاي حاجه من طريقه. المديونيه الخاصه بتاعت حضرتك بقى كام؟ يعني الفلوس اللي انت دفعتها واتنصب عليك فيها او ضاعت عليك او دفعتها وما انا كنت دافع حوالي بتاع 200 مليون 200 مليون ساعتها في الرخص كده كان 200 مليون. فكنت واخد من فلوس من حد 75 مليون. هو شركه معايا هيرزق بالمصلحه، هو يعني بيطلع فلوس. لو في مصلحه اركب معايا، كنت بركبه معايا بهايم في عجول في اي حاجه، يخش معايا يستثمر معايا. خدت منه 75 مليون. هوب مره واحده الراجل ده استاذ احمد ده قلب من مصر خالص، واهله قالوا احنا مالناش دعوه بيهم وبتاع، ورحت خربت الدنيا مع اهله طبعا فلوس. والدنيا خلصت على كده. جيت شويه شهر كده والمحل راح مولع. حريقه في المحل برضو. زادت المبلطين برضو. انا قعدت في المحل اوضف المحل. ما عرفش سببها ايه؟ لا كان فرن، حد فتح الفرن قضاء وقدر يعني. وشال الهود والمحل ولع. قضاء وقدر ولا؟ لا قضاء وقدر. لا غلطه صنايعي. ماشي. والمحل ولع، صرفت كل اللي معايا برضو، اتوحلت. من هنا بدات المشكله بقى، ان انا ايه، ابيع المحل. تدين اكتر. ده انت اكتر. لا حل من الاثنين. لا التوضيب ده خد قد ايه يا عم صبحي؟ التوضيب ده خد كتير. ما احنا عايزين نحسب عشان نعرف انت المبلغ قد ايه اللي هو انت محروق عليه. انت بتتكلم دلوقتي في 200 مليون دولار. توضيب المحل ده تقريبا قد ايه تجديد؟ ده كان تجديد بقى. ساعتها خدت قرض من البنك برضو تاني. كانت قصه يعني كده داخله في بعضها، ومش في وقتها خالص. هو ربنا عايز كده، هو ربنا ليه حكمه. دخلت في الموضوع ومشيت فيه بما يرضي الله، واشتغلت في المحل. عرضت المحل على حد كويس برضو يبص عليه ياخده وكلام من ده، ما حصلش نصيب. فالجماعه دول قالوا لي احنا هناخد المحل، ليهم فلوس هم ايه. انت عندك كام محل اولا؟ انا عندي محل واحد بس. مفيش في السعوديه حاجه؟ عندي محل، هو ده اللي بتاعي، اللي ملكي بس، محل السعوديه بس. يعني واحد في السعوديه والقديم بتاع الساحل. القديم خلاص ما انا بعته، مش بتاعي. ما قلتش انه بتاعي. ما احنا بنيجي بقى في التسلسل. لسه لحد دلوقتي في وقتها كان في. لا انا عندي السعوديه وفرع الرياض بس. تمام. فجيت الناس اللي ليها فلوس واخدها منهم سلف. بعت انت خلاص؟ ما انا جاي في الكلام اهو. اللي واخد منهم سلف قال لك احنا عايزين فلوسنا بقى لها معاك قد كده بد كده، يبقى انا عندك قد كده. ايه الحل؟ نحبسك معاهم شيكات. الفايده بتاعتها دخلت لها بكام بقى؟ دخلت لها بقى يلا في نصيبها. فالمهم ايه، انا بعت المحل، مجبر ابيع المحل. انا لا اتحبس يا تبيع. بعت المحل، واتفقت معاهم ان هم ياخدوا مني بهايم، ياخدوا مني عجول، وياخدوا مني خضار عشان المزرعه والحاجه اللي فيها، والمزرعه ما يفضل ماشيه المشروع بتاعها.
فضلنا ماشيين، بقيت اودي الحاجه اللي قال لك لا مش عايزين منك خضار ولا حاجه في الكلام من ده، وبقيت اورد لهم لحمه واطلع اطلع على النت ابيع واقول اللحمه ايه وبتاع. يعني اشتغلت في الاخر كومبارس. بقى برضه صعبان عليا نفسي انا برضه صبحي بس انت راضي بالقصه عشان ده امر واقع. امر واقع. هو ربنا يعز من يشاء. عليك القتال. ربنا يعز من يشاء ويذل من يشاء. اتذلت لي الناس دي شويه وبقيت معاهم ماشي معاهم اديهم بضاعه لا مش لا وقصه كده. فالدنيا اتلخبطت معايا. فالحمد لله فزهقت بقى. زهقت من ايه بقى؟ العمال 3/4 مشت. العمال ما تعرفش الحقيقه، هم واخدينهم على الحامي مش عشان كانوا متمسكين بطريقه التعامل معاك ولا مشوا؟ في اللي بيحبني مشي زعلان عليا ومش عارفين الحقيقه ايه، ان انا فاكرين ان انا بعت خدت الفلوس مثلا اتفسح بيها. تروح لكل واحد تقول له والله انا اتصل على مش هقعد احكي لكل حد. انا صعبان عليا المحل. انا عامل زي احد الفقراني كده. انا لقيت جثه في العراق. فانا صعبان عليا المحل. المحل ده بنيه طوبه وشقيت فيه اكتر من اي حد. فكان صعب ان انا اسيبه، بس انا مجبر. مجبر ان انا ابيعه. ومحل مقسمه تقسيمات وانتوا عارفين الكلام ده. انا صارف عليه دم قلبي، فبعته بالبخس عشان ما اتحبس. لكن انا اتحبس لا بيع المحل، حل من الاثنين. طب انت بعت بكام ولا مش عايز تقول؟ لا ما خلاص ضاعت الفلوس على البيع بتاعتي. سددت اللي عليك؟ سددت اللي عليا الحمد لله. فانت كده محدش فيه عندي جنيه بفضل ربنا، ولا مورد ولا اي حد ولا بين. انا بعتش المحل، انا بعت حيطان المحل. لكن البراند بتاعي صبحي كابر بتاعي وما زال بتاعي. مش بتاع حد. يعني انت ومبنى بايع مبنى وارض وبايع حق الاداره فقط لا غير. والصفحه ما اتهكرتش والصفحه ما اتسرقتش. الصفحه معايا. هم لما رفضوا ياخدوا مني لحمه وياخدوا مني خضار وياخدوا مني الحاجه بتاعتي اللي بجيبها من المزرعه الانتاج بتاعي، قفلت الصفحه عليهم. احنا عايزين برضه ناكد يا عم صبحي بعد اذنك انه بعض المواقع كتبت تصحيحات. احنا كنا اول ناس كلمنا حضرتك الصبح. ايوه الساعه 11 الصبح لما انا كلمت حضرتك. واتفقنا ان احنا نتقابل النهارده بعد الظهر. تمام. واحنا الحمد لله قاعدين. انت كلمت مواقع تانية وقلت تصحيحات وجبت في اللي كلمني بقى. ما فيش براندات. انا اتكلموا على الحاج احمد الباز. احمد الباز اولا اخويا وراجل محترم ومفيش حاجه بينه وبين قصر الكبابجي ان احنا كلنا بناكل عيش في سوق واحد في مجال واحد. والحاج عنتر حضرموت برضه نفس القصه زي الحاج احمد اخويا برضه حبيبي، مش بينهم اي مشاكل ولا بين قصر الكبابجي ولا بين الحاج احمد. والحاج احمد اخ كبير ليا وانا بتشرف بيه، وراجل بيجي يزورنا على طول وانا بروح ازوره، وفي ود وفي ارتباط بيننا وبين بعض. مفيش اي حاجه بيننا وبين حد. كبيره بتتعامل مع بعض. ناس محترمه مع بعض واحنا اولاد مهنه، فمش حد بيزعل يعني. ما حدش بيرزق حد. ما هو ده كان مهم جدا ان احنا ناكد انه النقطه وما ذكر على لسانك في بعض المواقع انت ما اديتش. لا الحاج احمد راجل اخ ليا والحاج عنتر اخ ليا. هو والقصر الكبابجي صاحبي ومحل ناس محترمه. والحاج عنتر حضرموت برضه راجل محترم وناس بنت حلال وربنا يوفقهم. وانا بتمنى برضه ربنا يوفقني يعني. برضو انا بحب الخير للناس، فعشان كده ربنا برضو مش بامر الله مش هيسيبني يعني ان شاء الله. دايما بيقولوا ان في الشده بتظهر معادن الرجال. طبعا الشده اللي انت مريت بيها، هل اللي انت كنت متوقع ان هم يساعدوك ويدعموك لقيتهم؟ لا ناس مختلفه. لقيت ناس مختلفه. لقيت حتى بعض الاستاف في ناس زعلت عليا منهم عارفه الحقيقه قعدت معايا. وفي ناس ميلت للناحيه الثانيه بيقول لك لا ده المحل ما اتباعش لي، لا ده المحل مش عارفه ايه. يعني المفروض انا راجل عشره بيني وبينك وفي حب بيني وبينك. وفي ناس باعتني وفي ناس وقفت جنب مني. بشكر برضو الحاج سيد العسيلي والحاجه منى. الناس اللي وقفت جنب مني دعمتني معنويا وماديا. مش هنتكلم على بعض. والحمد لله انا برضو زي ما انا ومعايا المزرعه والمزرعه لسه فيها خير. وان شاء الله هفتح تاني بامر الله مش هسكت. لان انا ليا البراند ده بتاعي انا بس. انا ما بعتش العلامه التجاريه من حقي والارقام التجاريه من حقي والصفحه بتاعتي. طب عشان الملك مات. الملك بدل ما المعلم صبحي جاي المعلم صبحي راح. الناس اتقلبت فجأة. في بقى ناس كويسه على مبدأها معايا وفي ناس لا مؤاخذه لفت ولعبت من ورايا. فانا برضو بقول برضو هي الناس غلابه هتعمل ايه؟ عايزه تاكل عيش. طيب انت قلت لنا في التصحيحات بتاعت الصبح انه انت كنت بتورد اللحمه او الكيلو ب 260 جنيه وهم بيبيعوها ب 360. وبعد كده حصل خلاف او اختلاف ما بينكم وما بين بعض وما بقتش تورد لا لحمه ولا خضار ولا اي حاجه من عندي خالص توردها. قطعوني خالص. لما مؤاخذه خلوني لما مؤاخذه كنت شغال بعد ما كنت شغال عند انا صاحب المحل اشتغلت عندهم بقيت لما مؤاخذه مورد. انت قلت لي كومبارس اطلع كومبارس اروح اتصور اعمل فيديوهات. البراند مرتبط بيك. البراند مرتبط بيك. قطعوا معايا كل الكلام ده قطعوه نهائي ووقفوا الشغل معايا وخلاص. طب انا اخد طوب اللحم اللي عندي في المزرعه. انا معايا 230 بني ادم في المزرعه بياكلوا بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا.
التكلفه دي كلها كنت مثلا ومرتبات وده وعلى عندي عنب بطلع عنب وادويه وتسمين بطلع عنب تصدير وبطلع مانجا تصدير بس موسميه. طب البهايم دي هتروح فين حته؟ رفضوا ياخدوا مني، حطوني قدام امر واقع، فده اللي خلاني عملت كده معاهم. كان في تعمد ولا اختلاف تجاري؟ تعمد. انا بقى المحل مش عجبانه مثلا؟ لا انا لحمتي نمره واحد، ولحمتي عالفها بايدي، معلف ودكاتره واطباء وشغل عالي. فهم عشان يتسرخصوا بالخامات، هم بيحبوا يوفروا الخامات. مع انك انت ده هو في كيلو ب 200 و 260 جنيه وكانوا بيبيعوه ب 400 جنيه. هو طب هو يعني ما هو ده برضه سؤال، هو في ايه؟ اللحمه دلوقتي بقى بعيدا عن قصتها السعر العادل للحمه دلوقتي قد ايه؟ 260 جنيه 260 بعضمه 270 كله 450 اللي في المحلات. ما هو بقى الجزارين كل واحد بقى الله يسهل عباده. عبد صبحي بالنسبه للشق القانوني يعني احنا خلينا في القانوني، هنتكلم الاستاذ مصطفى. تمام. بس هو هل ده كان اول تعامل بينك وبين الشخص اللي عمل فيك كده؟ لا كان في تعامل كان في تعامل معايا بقى كان في ثقه. في ثقه. الحاجه الثانيه، هل في ضمانات انت تضمن بيها حقوقك، يعني ورق رسمي انت ضامن بيه حقوقك والفلوس اللي انت اديتها للناس دي؟ بحاول عن طريق البنك، حوالي عن طريق بص التجاره شرف. الراجل ده كنت مديله الفلوس عن طريق البنك، بحوله حوالات عن بنكيه من البنك، من البنك المصري. الحوالات دي هو في النهايه الاستاذ برضه مصطفى يحضرنا في دي، هو في النهايه انت بتحول لي حواله بنكيه، بس في النهايه الحوالات دي يعني انت لو خدت اجراء قانوني ضده، انت ايه اللي يفيد ان الفلوس دي انت بتبيعها له عشان كذا؟ عشان الدور هو اخلي بالشغل يعني البنك ما رضليش. مفيش عقد، لا مفيش عقد. مش انا لوحدي. العمليه كانت ما بينهم الاول، كان في ثقه. راجل عميلي بقى له بتاع 20 سنه. المبلغ المادي كبير. لا كبير. يعني في بعض الحاجات مع التجار الكبار بيبقى في منع ادبي. منع ادبي يعني ايه؟ يعني انا مش عايز، انا في عشره ما بيني وما بينك وانت عارفني وانا عارفك في السوق، انت مش هتنصب عليا. فكان في مانع ادبي ان انا امضيك على ورقه او حاجه زي كده، وطالما انا بورد لك لحمه خلاص وانت بتدفع لي الفلوس، الامور ماشيه مستقره ومفيش اي حاجه. انا المحل دلوقتي بايع ولا دخل من بعد راس السنه. انت بايع في شهر 3؟ انت بايع لا 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 او بعد؟ لا في شهر واحد طلع بالمحل من شهر واحد. مالكش علاقه بيه؟ ماليش علاقه بيه. القصه بدات ان انت قلت من 3 ايام انتظروا الحاج صبحي في لايف. ما كانش حد يعرف ان المحل اتباع. لا بتروح تاكل وتشرب. وعلى اساس والناس عارفه كتير، عارفه ان انا بعت المحل، ان الاكل اتغير، السيستم الاكل، الخامات، الجوده. انا شغلي غير الشغل ده، مش انتاجي ولا شغلي ولا جودتي ولا حاجتي. فانت كنت ناوي تطلع في لايف او في بث مباشر على صفحتك تقول فيه ولا يا جماعه الحاجه اللي انتوا بتشوفوها دي عشان ما تتاخدش عليا، ولا بتاعتي ولا المحل من سنه ما يخصنيش، ولا يلزمني من اول شهر واحد محل مش بتاعي، ولا يلزمني انا بعته جبران. لا اتحبس لا بيع، ومحدش هيسيب محله. انا محلي ده شقيان فيه واسيب براندي الا للظروف القصوى دي. انا الناس دي خدت مني خير وانا خدش الله، وربنا عايز كده. طيب انت دلوقتي منتجاتك فيما يتعلق بالمزرعه بتوردها لمين ولا دلوقتي شغال مع الشيبه العربي الحمد لله بفضل ربنا، يعني الراجل واقف مني، ناس محترمه، وبتعامل معاهم بذبح لهم مثلا كل اسبوع مثلا بيطلعوا يوم كل يوم جمعه بيطلعوا ولا مؤاخذه 26 عجل طلعوهم لله. وكل بياخدوا بقى الاثنين، بياخدوا شباب ايه؟ 2 و3 و4 وخميس. ده الشيبه العربي. دي العمليه دي اللي لو قدر الله وقفت انت ظهرك للحيط. ظهر للحيط. فانا لازم افتح محل ان شاء الله، وهفتح محل بامرك يا رب. طيب انا خليني برضه انتقل للاستاذ مصطفى. اتفضل. باعتباره هو المحامي والشق القانوني يعني في اختصاصك، والسؤال بتاع زميلي الاستاذ محمد نصار فيما يتعلق بالضمانات، وانت كنت فين من القصه دي؟ ايوه بص، عموما حته الضمانات دي انا يمكن قلت للاستاذ محمد ان في تعامل وفي حسن نيه في التعامل. يعني انا بدي لك حاجه وباخد ثمنها، وكان في يعني ايه، بس حسن نيه في 200 مليون صعب قوي. لا باشا صلوا بالله. لا انا الحاج بشير اتقل مزرعه في مصر بشتغل معاه مثلا بنص مليار في ضمان، مفيش ورقه، تحولت البنك وخلاص ببعتها وخلاص على كده. كنت شغال مع فجاه على القصه دي. انا كنت شغال في العيد، الجماعه دول كنت بذبح لهم. هي المهنه كده بذبح لهم في العيد. انا صبحي بتوديهم كل يوم 100 عجل، وهم كانوا بيجيبوا من بره حوالي 200 عجل. بس انا لحمتي غير لحمتهم، يعني هم بيجيبوا من بره عشان ممكن ارخص شويه بتاع. انا كنت بديهم ب 260 جنيه، هم بيجيبوا من بره مثلا ب 250. انا لحمتي غير، وكانوا شغالين، مفيش جزار اشتغل في مصر زيهم. المنتج انا عندي حاجه ثانيه غير اللحمه، غير اللحمه، الجوده غير الجوده، التربيه غير التربيه. كنا بنربي وبنعمل الكلام ده على اساس ان هو الحاجه ديت عايده علينا احنا في المطعم عندنا احنا، يعني مش زي اي مزرعه ثانيه بربي تسويق شغل قلب وقومه. لا احنا بنظبط حاجه للمطعم، حاجه لحمتنا،
فانا ان شاء الله بامر الله هفتح، لازم افتح محل ان شاء لا الله. انت لازم تفتح عشان الناس مرتبطه والناس ان شاء الله هفتح محل ان شاء الله قريب بامر الله، وارجع للصف تاني، واللي معايا هم زي ما هم. على مستوى المطعم وعلى مستوى المزرعه في كام شخص، كام اسره مرتبطه داخلها مرتبط بيك؟ والله لا خايف اقول لك ايه، ما تصدقنيش. يعني لحد النهارده بطلع فلوس للناس برضو، وانا الحمد لله مستور الحمد لله. الحمد لله. اللي هم بيمشوهم ولا كلام من ده، والناس اللي مشيت براضيها برضو محبه. تقريبا الاجمالي العدد كام اللي كانوا شغالين عندك هنا كان 1600 في المزرعه والمطعم؟ دلوقتي ماشي هم مثلا ناس كتير، وما خلينا بقى الشباب بتوعهم هم رجالتهم اللي هم معاهم كده يعني بيسندوا يعني. بيسندوهم السنيده يعني. خلينا ارجع للاستاذ مصطفى، لان انت عندك تفصيله مهمه جدا ما حدش جاوب عليها. تمام. انت محامي الحاج صبحي من فتره ولا لسه بعد البيع؟ لا كتير قوي. كتير. عشرة. عشرة يا هو من حقه انه يبيع بكلمه شرف. تمام. في الاخر هو بيستعين بحضرتك باعتبارك محامي. تمام. فكنت فين بقى في الدايره دي؟ طيب الدايره ديت انا بس بقول لك على النقطه الحساسه اللي الحاج صبحي مش عايز يتكلم فيها. تمام. الا وهي ان احنا لما الحاج صبحي باع وعمل عقد اداره، كان اهم شرط عنده اللي هو الابقاء على العماله اللي موجوده، لان العماله اللي موجوده ديت كلهم اغلبهم يعني بص تلاقي مثلا حد معارف وناس طيبه مش معارف. لا بص الحاج صبحي لما بيجي له واحد بيشوف الظروف الاجتماعيه بتاعته ايه. اي حد بيخبط على الحاج صبحي وعايز اشتغل بيقول له تعالى وكل عيش، بيديله فرصه. انا يمكن اتكلمنا في حته العماله الكتير دي قوي، قال لك يمكن ربنا مرضينا عشان الناس الغلابه دي. تبص تلاقي ارامل، ناس ستات كبيره يعني بص كنت مراد الكل، ما بقولش لحد لا، مراد الكل وكله ما حدش عارف انا بعت ليه. كله مفكر انا بعت ان انا رايح اتفسح وانا رايح مش عارف ايه. لا انا لا مؤاخذه بيع مجبر، لا اتحبس لا ادفع. اسوء حاجه بس تحت ضغط ومش عايز انا ما ينفعش. بكيت لحد النهارده ببكي والله العظيم. انا صعبان عليا المحل، اقول لك المحل صعبان عليا. يقول لك تعالى خده، طب اروح اخد المحل احط تاني، ارجع تاني الريمه عادتها القديمه، احط تاني الاوفر فوق منه تاني فايده، ما انا معيش فلوس بقى، تفضل مديون بقى، افضل مديون طول عمري تاني. انا ما بحبش الدين. انما لما تاسس حاجه ممكن تبقى نفس التكلفه بدون فايده. يا عم هعمل محل على قد صغير، انا كنت واقف في الشارع بالفاترينا. يا عم لو هعمل فاترينا تاني واقف بيها في الشارع، ايه المشكله؟ ولا عيب ولا حرام؟ صح. العيب ان انا هيبقى عليا او اشحت او كلام من ده. باين في الاخر يقول لك ايه، اصل هو بيبرشم، اصل هو بيضرب بودره، اصل هو بياخد حاجه مش عارف في السعوديه ده. انا والله العظيم ثلاثه يا جماعه، انا ما بشرب الا السيجاره، هي اللي انا بشربها، واللي عرفني واللي قريب مني يفهم الكلام ده. اللي ثبت عليا انا خدت برشامه او خدت بودره او خدت كلام من ده يثبتها عليا. عمري ما خدت الكلام ده ولا انا بتاع الكلام ده. انا بتاع شغل، انا بقعد بشتغل في اليوم 24 ساعه بشتغل. لا مؤاخذه اقول لك ايه، 24 ساعه ما بنامش لو كنت تعبان. ما اي صاحب راس مال عايز ينجح لازم يعمل كده. فبسعى للخير. انا والله العظيم كان نيتي خير في المشوار الدور ده، كان نيتي خير والله، كان نيتي خير. بس انت طمعت. انا طمعت. هي دي النقطه. ضحك عليا للناس، ضحك عليا ان انا طمعت ودخلت في مشوار مش مشواري برضه. ما كنت بشتري الذره وكانت الدنيا 100 بس انا طمعت. مثلا قلت اعمل كام مليون، ال 200 مليون هيعملوا 200 مليون تاني، فرصه وبتاع. ده اللي حصل معايا، فربنا ليه حكمه.